السلام عليكم. بإذن الله وفضله محدش فيكم هيخش الفيديو ده للآخر غير وهيبقى عارف راسه من رجليه أطلع دخل عن طريق اللعبة ازاي، كل حاجة بإيجابياتها بسلبياتها، وبأي مشكلة هتواجهك في أي مصدر دخل فيهم. بس بأمانة أول دخل يخشلك عن طريق اللعبة تطلع جزء منه لله وتدعيلي، وبسم الله نبدأ بأكتر مصدر بيضخ المال في اللعبة، ألا وهو الأكونتات، بمعنى أصح الاسطورات. مثال بسيط، ارجع 3 سنين كان لسه 12 برو ماكس نازل، أول دخل طلعته خالص عن طريق اللعبة كان 15,000 جنيه من أسبوع لأسبوع ونص، والله في بيت أكونت واحد. كان كرم عظيم جدا من الله ساعتها، لأنه ساعدني في تطوير نفسي تطوير رهيبة من حيث الإمكانيات، لأنه كنت ساعتها 200 تي وعليا أكتر من نص أقساطه. أنا بشجعك تاخد قسط، اوعى مهما حصل ما تجيب حاجة قسط، هتيجي عليك بالنار يا جدع، والله ما بقى هتكويك. المهم كان بقى ساعتها والعبد اللي كان سبب في فتح معظم الاستورات اللي موجوده في الكوميونتي، لما قلت عملت فيديو وقلت حصل 1 2 3 وتلاقي لي مكسب كذا، لقيت بقى كله بدا يعمل حاجه اسمها ستور 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 وبتاع، لكن انا كانت بالنسبه لي ساعتها كانت بيت اكونت مش اكتر، وما كانش في حد عامل ستور ساعتها. طب حاليا عشان تقدر تخش في مجال بيع الاكونتات او غيره وتكسب باذن الله طبعا، لا اما انت راجل منشئ محتوى فهتعمل ستور ويجيلك فيه المتابعين بتوعك، لا اما انت راجل ما عندكش متابعين فهتضطر تشتغل ادمن في ستور. اكبر غلط انك ما تبقاش منشئ محتوى وتروح تفتح ستور من الاول عيني وتشتريه لسه بقى يكون في 1000 ولا حاجه، وبيبقى الستور رشق وبتلاقي نفسك ضاع عليك الفلوس اللي انت دفعتها. فلا، بكرر خلاص، عايز تخش مجال اكونتات منشئ محتوى فوق 10,000 متابع متابعينك، يبقى انا هنا نفتح ستور. مفيش متابعين يبقى انا ابقى ادمن في ستور. لو انت ادمن في ستور كبير فلو هيديك راتب هيبقى الراتب بتاعك حلو جدا طبعا، بس ما انصحش، لا خليك نسب، لان انت في نسبة بيعة اكونت واحدة، لو انت مثلا ليك التلت والاكونت مثلا فوق 50,000، بوم، قبض الشهر يا باشا. ما بالك عن طريق الشهر او عن طريق الاسبوع بيتباع كام اكونت. المشكله اللي هتواجهك لو انت بقى لسه انت منشئ محتوى وانت اللي هتفتح ستور، اي ستور في بدايته للاسف معظم الزبائن اللي بيبقوا فيه جماعه ال 3000 2500 اللي هو جاي يشتري حساب ما مش فوق ال 5000 نهائي. الاكونتات دي بيبقى مكسبها بالذات وانت منك في الاول هيبقى مكسبها بسيط، 500 جنيه 300 جنيه. لو زودت عن كده وتعرف انك بتبيع الاكونتات باعلى من سعرها بالفرق ده، ان شاء الله هتبقى انت في الستور لوحدك. يعني انسى خلاص انك تبيع لحد او تعمل اي حاجه، الا يعني من رحم ربي نادرا بقى بيعه كل شهر ولا حاجه، واللي هو هتبقى جايه لك يعني تجدد بقى باكتر نت مش اكتر. نخش على مجال غير بيع الاكونتات، شحن الشدات. المجال ده كان مربح؟ هل حاليا مربح؟ لا نهائي. 30 جنيه على 40 جنيه اللي هو يعني في الاسبوع لو شحنت لك 5 6 اللي هو انت مش كسبان حاجه، انا الصراحه شايفها خسرانه. اللي هو انت فين الفرق؟ اللي هو بيطلع لك 100 جنيه مثلا في الاسبوع، وعشان تعمل لنفسك اسم اللي انت بتشحن ويجيلك زبائن كتير بتحتاج لها حبة حلوين اوي يعني. ننقل لنقطة تانية الا وهي الشفتات. ده لو انت راجل لعيب معاك جهاز وعندك خبرة في الكلاسيك زي الفل يا باشا، بتروح تصطاد لك منشئ محتوى يكون معروف انه بيلعب على التوب. في من العرب زي ما كذا منظمتين او 3 بيلعبوا على التوب في معظم الاوقات بس في الشرق الاوسط، ودول اللي انت ممكن تطلع من وراهم فلوس. لكن المصريين مفيش غير واحد اسمه بيبدأ بحرف الام، مش هو اسمه كامل، هو ده اللي بيقبض، ومعظم التيمات اصلا اوريدي عنده جاهزه او مليانه خلاص فل، فمش هتعرف تروح تثبت نفسك وسطهم. فلو بتفكر في شيفتات صعب جدا لو انت مش تقيل في كوميونتي ونص رجاله الكوميونتي دي صحابك فواحد فيهم يشدك في شيفت. ننقل لتالت نقطه، الكونكر. تمسك الحساب ترفعه تجيبه كونكر. الكلام ده كان الاول لحد اخر شهرين 3 نام جدا حوار الكونكر ده يا جدعان، لان خلاص ده احنا في سيزون يا جدعان كام؟ احنا في سيزون حاجه و90، انت بتتكلم في ايه؟ خلاص مين لحد دلوقتي لسه ما بيجيبش كونكر؟ فبقت خسرانه، بس انت تقدر تشتغل في ولو انت بس يعني زودت اكونت كل اسبوع قول ب 300 في الاسبوع فرينج 1200 في الشهر، وما اظنش ان ده راتب اللي هو يعني هو ممكن يكون حلو بالنسبه لك بقى انك بتلعب ولا حاجه، بس حاول تحط حاجه جنبه زي انك تكون برضك ادمن في ستور، فالاتنين مع بعض يكملوك اللي انت لا الراتب بتاعك يبقى حلو. واهم حاجه حاول تبقى تيك توكر حتى لو ما عندكش متابعين، خد عهد قدام ربنا، يا رب كرمني وانا اهو والله يا رب مهما حصل ما هنزل اغاني. عبادك اديك شايف يا رب بتكرمهم ورغم كده بينزلوا اغاني، انا عبدك عرفت ان الاغاني هساعد في ضلال غيري مش منزل، وطلع على قد ما تقدر لله وهتلاقي والله ما بهزر، هتلاقي الرزق جايلك لحد عندك. اكتر نقطه انصحك بيها انك تحط نسبه لله في اي مكسب جايلك في اي حاجه. جايلك مكسب فليكن 300 جنيه، انت عامل حسابك ان في 20% من اي فلوس داخلك طالعه لله، وايه مش اللي هو انا مطلعها احنا مطلعهم، لا ده يعني يعني ده نصيب الله، اللي هو ده طالع لله بسبب ان هو اللي كرمني بدول، يعني دول ال 20% اللي انت بتطلعهم هم اللي بيجيبوا لك ال 80%، وتبقى يعني اخلص النادي لله اللي هو اخلاص. لو ايدك هتتقطع ما تمدش ايدك على 20% دول، وعهد الله النتيجة يا جدع انا هتذهلك.
بس عليك بالصبر ان ربنا يختبرك كتير، ولو طلعت تستحق الرزق والله يا ابني هتنصدم، اللي هو ايه ده في ايه هتلاقي مره واحده الدفعه جات لك كده، تلاقي مره واحده ماسك 13 برو ماكس، 12 برو ماكس، ماسك جهاز ب 15000 16000 20000. بس عليك بالسعي والصبر. نخش في نقطة تالتة أو رابعة ألا وهي التدريب. هل التدريب مربح؟ هو يعتبر تاني أعلى حاجة بعد الاستيراد. هتحتاج عشان تدرب، اولا هتحتاج تعمل لنفسك سمعه ان انت بلاير، لازم تبقى تيك توكر وعندك متابعين، لان انت لو ما عندكش متابعين مين هيتدرب؟ او انك تخش كسكند ترينر او مدرب تحت ايد واحد اوريدي معروف انه بيدرب، يعني في واحد زي الصاعق معروف انه بيمرن وتحت ايده مدربين كتير، اذا انا اروح ادرب مع الراجل ده لان ده اصلا اللي هيجيب لي الزباين. يعني انا ببقى قاعد عارف ان عليا راتب كام او نسبتي كام في كل مدرب ادربه، وعلى حسب اجتهادي المدرب ده بيقول لصاحبه ده انا اتدربت مع ده، شايف المستوى بقى عامل ازاي، الولد دخل حلبات صد فيها فتلاقيني كرمتك كمدرب. تخش انت تعمل انجاز في حلبة او في بطولة فتلاقيني مديك مبلغ حلو. مشكلته انت داخل وسط كوميونيتي عيال صغيرة، معظم المدربين هتلاقيهم ماشي من فوق ال 18 سنة، بس انا بكلمك على الوسط كامل عموما كمجتمع تيك توك بالذات في اللعبة. ولا ممكن تشتموا بأم عادي تخسروا روم سيرة امك وابوك والعيلة وعيلة العيلة تيجي. تعالى روم يا اخويا 1v1 فور فن، بعد الروم وموشن كلب ومحفل عليك وشتمك مع انه كسب. طب انت بتشتمني ليه ما انت كسبت؟ مش هتفهم، هو في حاجه في دماغه. طفل، هل انت تعرف تتوقع تصرفات طفل؟ مش تعرف، صعب. فدي اول نقطه هتستحملها. تاني نقطه بقى دعم المتدربين في الحلبات. من المتدربين ناس كتير هتبقى بتثبت نفسها في حلبات وغيره، فانت المفروض بتحدد سعر اشتراك مناسب يتناسب مع سعر الحلبات اللي المتدربين هيخشوها، لان حوار الحلبات ده مكلف قوي بسبب ان لما الدولار عالي حاليا اقل حلبة محترمة بقى هتسجل فيها من 90 ل 120 جنيه. طب انا لو هسجل متدرب 5 مرات اخلي بقى سعر التدريب بتاعه كام؟ ان اللي بعض المشاكل التانية لو انت راجل ما كانش معروف عنك ان انت لعيب اصلا، فانت هنا هتحتاج تخش تلاعب لعيبه تثبت نفسك تديهم وتنزل فيديوهات وضد كل واحد فيهم تقول ان انت بدأت تدريب واللي عايز يتدرب يجي. وهتحتاج طبعا في الاول ترخص السعر خالص ان شاء الله، لو هتخلي تدريب 50 جنيه، لان انت لسه عارف اللي هو بتعمل زبون، انت لسه ما عملتش. طب عايز اطلع فلوس عموما عن طريق اللعبه، قدم خدمه. يعني انا خدمه التدريب ما كانتش متاحه اصلا ولا كانت موجوده ولا كان حد يعرف عنها حاجه، لقيت اللي حواليا كله فتح استورات عايز ابقى مميز اعمل ايه؟ طب ما ادرب يا عم، مش في ناس عايزه تطور مستوى مستعده تدفع المقابل كده، مقابل ان يبقى في حد مدرب معاه عرفه غلطته وعرفه الصح اللي يعمله ويشرح له ويظبط له دنيته، بدل ما هو متعقد من جويستيك اللي يحلها له في دقيقتين. عايز مستوى تقيل بسبب ان واحد صاحبه محفل عليه، تعالى يا باشا خليه مفيش مقارنه بينك وبينه بفضل الله. فنفس الحكايه، شوف مشكله في اللعبه حاول تحلها ومقابل كده تتلقى اجر. طب هي ايه يا صاحبي؟ دور يا حبيبي شوف ايه اكتر الحاجات اللي معطله الناس او حاجه واقفه في زور الناس ومستعدين يدفعوا اجر مقابلها، واعمل وحاول تجيب لها حل. ما انا بقول لك هات لك حاجه تبقى انت مميز بيها. يعني التدريب ما كانش موجود، ربنا شاء ان انا جبته وعملت حاجه اسمها التدريب، فاوريدي بقيت مميز بخدمه انا بقدمها، اللي عايزها بيدفع اجر مقابلها. فانت شوف ايه الخدمه اللي هتقدمها تتلقى مقابلها اجر، او المشكله اللي هتحلها تتلقى مقابلها اجر. ننقل لنقطه تانية الا وهي اللايفات، بس هتحتاج وقت. واللايفات دي اللي انا انصح بيها نقطه البنات بالذات اللي بتلاقيهم شغالين فيها قوي. يعني مش بكلمك في لايفات تيك توك عموما، لا انا بكلمك في اللايفات بتاع اللعبه، سواء البنت تفتح حلبة او غيره، بدل ما هي فاتحه باحترامها مؤدبه ما تتمياش في البث، سبحان الله هتلاقي نص رجالة الكوميونتي اللي ما بيعرفش يمشي ولا يتحركوا عندها في الحلبة 50 أو 100 واحد، وهتلاقي عندها دعم بيبدأ بسيط في الأول بعدها بيزيد تلقائي، حتى لو هي لسه يعني ما جابتش 1000 يعني لسه جايبة 1000 متابع دلوقتي. فأنت حاول نفس الحكاية، خش لك كام حلبة طور مستواك، اثبت نفسك، ابدأ افتح لايفات حلبات. لو انا لعيبه يا جدعان واللي هيفضل ماسك الحلبة 5 رومات هلعبه روم ولا خسرني ليه 100 جنيه. تسجيل بكام؟ 20 عمر، ابدأ ب10 عمر حتى، المهم ان اي دخل يخش لك. ما فيش ستور دلوقتي فاتح مثلا حوار مهام الار بي، انت يا عم خليك انت افتح ستور، وفي ضمن الحاجات المتاحه ان انت اللي عايز يا جماعه الار بي مهام الاسبوع بدل ما يتعب نفسه تتعمل له في ساعه بس، ساعه ونص بالكتير، ما فيش مشكله. وخش حاول تبقى خبره في مهام الار بي، ده 20 كيل في تي دي ام، طب تمام، ده مطلوب 20 كيل كلاسيك، فانا اخش غير مصنف عامل 1 2 3 اخش ب 20 كيل 3 مرات ولا يعني فاهم. عرفت مثلا حل مشكله ال 40 فريم في جهازك بدل ما انت جهازك بيقطع ال 30 فريم، عرفت لها حل بقى الجهاز سلس معاك، مفيش مشكله تعمل فيديوهات ان انت عارف الحل. واللي عايز الحل الرجاله هيدفع لك من 50 جنيه او 30 جنيه، حاجه رمزيه بس عدد كبير خدوها، مصدر ده سبوبه دلوقتي لك. انا بقول لك كده ليه؟ اذا اتقنت لا شيئا فلا تفعله مجانا.
حاجه انا بعرف اعملها، طب ما المفروض اتلقى اجر مقابلها. ما لو كل واحد بيعمل، المهندس مثلا ما عنده خبره في البناء وغيره وغيره، هو لو عمل كده لله هياكل منين؟ هيلاقي ياكل؟ لا. الطبيب نفس الحكايه، لو عالجك كل مره ببلاش، ايوه هيلاقي ياكل؟ لا. فاللي بيتقن حاجه المفروض يتلقى اجر مقابل انه يعملها، دي حاجه طبيعيه يعني. لو انت شايف غير كده فانت تروح تتعالج. ننقل لنقطة تانية، خش اتعلم تصميم ديزاينات وغيره. الرجالة اليوتيوبرية اللي عايز تنزل يبقوا منتجين محتوى وينزلوا فيديوهات على اليوتيوب او تعمل لهم انت الصور المصغرة وتحاول تحترف فيها، بالذات لو انت عندك كمبيوتر او بي سي حلو. استغل النقطة دي في انك تحاول تبقى برنس في المونتاج، وبرنس كذلك في نقطة الصور المصغرة. فليكن على الصورة ابدأ ب20 جنيه 30 جنيه، لا حاجة خفيفة. كل ما كواليتي الخدمة بتاعك بيزيد، او اللي هو لا ده انت مميز في المجال، كل ما قيمة الحاجة بتاعك سعرها بيعلى. بدل ما الملصق كان ب20 ده بقى ب80 ده بقى ب100. بدأ يبقى ليك صيت، بقى ليك زباين، في عدد يخشوا يكلموك، يا عم عايزين نعمل 1 2 3، تعالى اعمل لنا انت البطولة. فليكن هتعمل انت الصورة المصغرة بتاع البطولة ب80 جنيه، فليكن على 10 بطولات. ده مكلمك في ملصق واحد، ده ممكن في اليوم تلاقي عامل نفسك عامل 2 3. فتلاقي مرة واحدة انت بسم الله ما شاء الله، لا جيبك بقى فيه فلوس، بقيت قادر تحوش. بس هل ده بيجي من الأول؟ لا. انا هشرحها لك. انا حتى في مجال التدريب انا قعدت قد ايه. انا جيت شهر 11، او مش شهر 11، لا اقول بداية شهر 12 كده 2021. قلت انا لازم اطلع دخل عن طريق اللعبة، ولا انا كده مش لاقي. انا فعلا ما كنتش عارف اطلع حتى دخل اللي هو الباقة النت، ومش عارف اعمل ايه. قلت تمام، اللي بيتعب على حاجة 6 شهور، دي معلومة معروفة هنا رجالة، بيبدأ لازم بعد أول 6 شهور يبدأ يجنس مرة تاني. اللي بيتعب على أي حاجة لازم يبدأ بعد أول 6 شهور يجنس مرة، لازم هتجني على الأقل ولو ثمرة واحدة. فقلت أصلا أنت مش هتخسر حاجة لما تجرب. كان بقى بدأت شهر 11، قلت أنا هتدرب أطور مستوى الأول، بعدها هعمل أحاول أدرب الناس. جيت شهر 12 عملت التدريب وخليت سعره رخيص، جه 1 أو 2، رغم إن أنا كان عندي 120,000 متابع. رزق من رب العالمين. كان بها على اقول بعد اول شهر ولا حاجه بداوا يزيدوا 15 متدرب. انتكست طبعا، حصلت مشكله كبيره في حياتي دمرتني نفسيا وكل حاجه. خدت عهد قدام ربنا ما اعمل كام حاجه حرام، زي ان انا اكلم بنات او المفروض ابقى راجل قدوه وغيره. نويت الاحترام بدل ما انا كنت قليل ادب. كان بيها شهر 2 3 كانوا شهرين صعبين عليا، وده الطبيعي طبعا. قبل اي خير عظيم بتلاقي في شيء يعني بيجي لك في صوره شر عظيم، تلاقي خطتين 3 جم هم اللي بيأهلوك للخير، بس انت مش واخد بالك. جينا يوم 28/3 شائل لانه يكرمني بموبايل ايفون 13 برو ماكس كان لسه نازل. قعدت شهر اتدرب عليه. انا شهر 3 و4 حرفيا ما طلعليش فيهم قول مثلا غير 180 200 300 جنيه. لو انا كنت بجدد باقة النت والاكل، انا ما كنت حرف والله يا جدعان. من اصعب شهر 4 اللي هو شهر رمضان 2022، وده كان بعد ما عدى 5 شهور خلاص، على المفروض بعد اول 6 شهور ابدا اجني. بالله انا قلت ان انا هضطر اصوم بقى حياتي. قلت خلاص بقى، تقبل عم ساعك، صوم بقى حياتك بدل ما تبقى انت بتجوع على الفاضي. ويجي يا اخي في اخر شهر رمضان بعد ما زودت اعمال صالحه زي القران وغيره، مره واحده عدد المتدربين يزيد ب50 متدرب في يوم واحد، مع دخول الحلبة جنتل مع و متدربين عدوا ال200، غير الفول برايفت اللي عليته ال$100 لان كانوا بياخدوا من وقتي. كنت بقعد بال3 ايام ادرب، والعيال سبحان من خلاني يعني جعلت العيال مستوى فشيخ، الله اكبر. وده جه شاف التدريب لان مستوى بقى رهيب، مش قادر يفايت صاحبه، مش قادر يفايت. يقول له طب انت عملت ايه؟ يقول له اصل انا بقيت بتدرب مع فلان اسمه الصاعق، يجي يتابعني هو كمان يقول انا عايز اتدرب. وكان بقى فعلا بعد اول 6 شهور شاء الله وجنيت الثمار. فنفس الحكايه، انت ما تتوقعش ان انت في اول ما تبدا تحاول تجني في مال دلوقتي او اي حاجه اللي هو لا ده الفلوس هتيجي وهتجري، والله ابدا. ده انت لازم يطلع عينك في الاول وهتشتغل ومش هتلاقي نتيجه. اللي هو انت ممكن اوقات ما تلاقيش نتيجه خالص، اللي هو ايه ده في ايه، مفيش اي حاجه. وبعدها تبدا يبان لك ان في يعني طرف نتيجه او حاجات خفيفه. بعدها تبدا تكبر 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 تدريجي لحد ما توصل لنتيجه باذن الله وبفضله. مش ترضيك بقى اللي هو خلاص ده كتير، ده غير اللي انا كمان كنت متوقعه بزياده، فضل رب العالمين. بس اهم حاجه تكون انت اهدر الرزق. هل انت اول ما الفلوس هتجري في ايدك هتتشقى على الحرام على طول؟ الحاجه الحرام اللي هتبقى مفتوحه قدامك هتعملها، ولا هتفتكر ان ليك رب قادر يرجعك تحت الصفر تاني؟ كده احنا وصلنا لاخر الفيديو. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لو محتاج شرح لاي حاجه اخوك موجود. عايز تشتري حساب، الوصف فيه الستور. عايز تتدرب برضك في الوصف كاتب لك حوار التدريب كامل، العام برايفت والفول برايفت. وكلمني انستا لو عايز تتدرب. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يوفقني ويوفقكم ويصلح حالي وحالكم، ويجمعنا على خير في الجنه جميعا باذن الله. سلام.